مواجهة قوية، القمة الإفريقية. ليلة إفريقية جديدة تشتعل داخل جدران استاد القاهرة الدولي. الجماهير على موعد مع مواجهة ثقيلة بين بطل القارة التاريخي النادي الأهلي والطموح المغربي الكبير الجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا 2026. مباراة صدارة بامتياز. الأهلي أول ب9 نقاط من 5 مباريات، الجيش الملكي ثان ب8 نقاط، الفارق نقطة واحدة، يعني صراع مباشر على القمة. الأهلي قوة هجومية واضحة، دفاع متماسك نسبيا، معدل تهديفي ممتاز. الجيش الملكي دفاع قوي جدا، هجوم محدود تهديفيا، فريق يعرف يلعب على التفاصيل الصغيرة. كمل معي الأخير والتعرف السر اللي ممكن يحسم المباراة. تشكيل الأهلي الرسمي 4-2-3-1. بتحب كورة؟ اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حراسة المرمى مصطفى شوبير. الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا. الوسط الدفاعي مروان عطية، أليو ديانج. الوسط الهجومي محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي. الهجوم مروان عثمان. التحليل الفني للأهلي: دفاعيا ثنائي الارتكاز، مروان عطية زائد ديانج، عنصر أمان كبير قدام الدفاع. تقدم محمد هاني وكوكا على الأطراف هيبقى سلاح مهم، لكن لازم تغطية عكسية سريعة. في الوسط بن رمضان هيكون محور صناعة اللعب، بن شرقي وطاهر مفاتيح الاختراق والواحد على الواحد. التحول السريع من الدفاع للهجوم نقطة قوة واضحة. هجوميا مروان عثمان محتاج يتحرك بين الخطوط، مش يثبت بين قلبي الدفاع. الأهلي غالبا هيبدأ ضغط عالي أول 20 دقيقة لاستغلال جمهور القاهرة. التشكيل للجيش الملكي 4-3-3. بتحب كورة؟ اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حراسة المرمى أيوب الخياطي. الدفاع محمد مفيد، حاتم الصوابي، أمين زحزوح، آدم النفاتي. الوسط ربيع حريمات، زكريا فاتي، رضا سليم. الهجوم أحمد حمودان، لمين دياكيتي، عبد الفتاح حدراف. التحليل الفني للجيش الملكي: دفاعيا فريق منظم جدا بين الخطوط، يعتمد على تضييق المساحات وغلق العمق. استقبل هدفين فقط في 5 مباريات، ده رقم قوي جدا. في الوسط ربيع حريمات، عنصر التوازن. الاعتماد الأكبر هيكون على التحولات المرتدة. هجوميا الفريق لا يسجل كثيرا، 3 أهداف فقط، لكنه فعال جدا في الهجمات القليلة. اللعب على المرتدات وسرعة الأطراف هيبقى السلاح الأساسي. مفاتيح المباراة: 1. صراع الوسط ديانج زائد حريمات. 2. الأطراف عند الأهلي versus التنظيم الدفاعي المغربي. 3. الهدف الأول: لو الأهلي سجل بدري المباراة هتفتح، لو الجيش الملكي صمد الضغط هيزيد على الأحمر. التوقع الفني: الأهلي هيستحوذ بنسبة أكبر، الجيش الملكي هيغلق المساحات. مباراة تكتيكية أكثر منها مفتوحة، التفاصيل الصغيرة هتحسمها. مع المحلل أداء أحمد مجدي. لو عجبتك الفيديو اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس، وهجيب لك كل أخبار كورة عالمية المتعة الحصرية. شكرا عليه متابعة.